مرحبا أصدقائي، لا تنسوا الاشتراك في هذه القناة. معكم محمد سعيد الحالق. إشراف الملك على إطلاق مصنع لأنظمة هبوط الطائرات يحمل دلالة تتجاوز افتتاح منشأة صناعية عادية، فالمشاريع التي تحظى برعاية مباشرة من رأس الدولة عادة تصنف ضمن القطاعات الاستراتيجية المرتبطة بالسيادة الصناعية. في الأدبيات الاقتصادية تعتبر صناعة الطيران أحد أعلى هرم التكنولوجيا الإنتاجية، لأنها تجمع بين الهندسة الدقيقة والمعايير الأمنية الصارمة وسلاسل التوريد المعولمة. اختيار قطاع مكونات الطائرات تحديداً يعكس توجه المغرب نحو اقتصاد صناعي عالي القيمة المضافة بدل الصناعات التقليدية، كما يعكس ثقة الشريك الدولي في الاستقرار المؤسساتي وقدرة الدولة على حماية الاستثمارات بعيدة المدى. الرسالة الأهم من الحدث ليست افتتاح مصنع، بل إعلان مرحلة صناعية جديدة. عندما تشرف أعلى سلطة في الدولة على مشروع صناعات جوية، فهذا يعني أن المغرب انتقل من سياسة جذب الاستثمارات فقط إلى سياسة بناء قاعدة تكنولوجية. الصناعة الجوية ليست مجرد قطاع اقتصادي، هي مدرسة هندسية كاملة. الدول التي دخلتها شهدت ارتفاعا سريعا في جودة التكوين التقني والبحث التطبيقي. لذلك فالحضور الملكي يحمل رسالة للمستثمرين مفادها أن المشروع مضمون الاستمرارية، ورسالة للداخل مفادها أن المستقبل الاقتصادي لن يعتمد فقط على الفلاحة والسياحة والخدمات. كما يخلق الحدث ثقة لدى الشركات العالمية بأن المغرب يلتزم باستراتيجية طويلة الأمد، وهو عنصر حاسم لأن شركات الطيران لا تستثمر في بيئة غير مستقرة. بمعنى آخر، الرعاية الملكية هنا عنصر اقتصادي قبل أن يكون بروتوكوليا. أنظمة الهبوط من أكثر أجزاء الطائرة حساسية، إذ تتحمل وزن الطائرة كاملا عند الإقلاع والهبوط، وتخضع لاختبارات إجهاد وحرارة وضغط معقدة للغاية. لذلك لا يسمح بدخول هذا المجال إلا للمصانع القادرة على احترام معايير سلامة الطيران الدولية، وهو ما يجعل عدد المنتجين عالميا محدودا. وجود المصنع في بنواصر يمنحه ميزة القرب من الأسواق الإفريقية والأوروبية، ويحول المغرب إلى نقطة إنتاج وصيانة في آن واحد. التعليق: أهمية المشروع تكمن في نوع المنتج أكثر من حجم المصنع. تصنيع البراغي أو الكابلات الجوية خطوة أولى، أما تصنيع أنظمة الهبوط فهو دخول مباشر إلى الصناعات الدقيقة الثقيلة. هذا يعني أن المغرب لن يكون مجرد منصة تجميع، بل جزءا من سلسلة القيمة العالمية. شركات الطيران لا تغير مورديها بسهولة، لأن السلام أهم من السعر، وبالتالي فإن أي عقد يتم توقيعه قد يستمر لعقود. اقتصاديا، هذا يضمن تدفقات مالية مستقرة بالعملة الصعبة، ويقلل من تقلبات القطاعات التقليدية، كما سيفتح الباب أمام صناعات مرافقة: المعادن الخاصة، الاختبارات غير الإتلافية، الهندسة الميكانيكية المتقدمة، وبرمجيات المحاكاة. أي أن مصنعا واحدا يمكن أن يخلق نظاما صناعيا كاملا حوله، وهو ما تسعى إليه الدول الصاعدة صناعيا. شاريع الطيران تعرف بأن عائدها يتراكم على المدى الطويل. في السنوات الأولى تكون الاستثمارات مرتفعة والتكوين مكلفا، لكن بعد الاندماج في شبكة الموردين العالمية يصبح المصنع مصدر دخل دائم. كما يعتمد القطاع على اليد العاملة المؤهلة، ما يعني وظائف ذات أجور مرتفعة مقارنة بالقطاعات التقليدية. التعليق: أهم مكسب اقتصادي ليس الأرباح المباشرة، بل نقل المعرفة. العامل أو المهندس الذي يتعلم معايير الطيران يكتسب خبرة عالمية يمكن تطبيقها في صناعات أخرى: السيارات، القطارات، الطاقة. بمرور الوقت تتحول الجامعات ومراكز التكوين إلى مزود رئيسي للكفاءات، فتتغير طبيعة التعليم من نظري إلى تطبيقي. هذه هي النقطة التي تتحول فيها الدول من اقتصاد استهلاكي إلى اقتصاد إنتاج معرفي. كما أن الوظائف التقنية تقلل هجرة الأدمغة، لأن المهندس يجد بيئة عمل متقدمة داخل بلده. ومن ناحية مالية، الصادرات الصناعية أكثر استقرارا من السياحة أو الفلاحة، لأنها تعتمد على عقود طويلة لا تتأثر بالمواسم أو المناخ. لذلك فالأثر الحقيقي للمشروع سيظهر بعد سنوات، عندما تبدأ شبكة صناعية كاملة في التشكل حوله. الصحافة الاقتصادية الدولية تعتبر صناعة الطيران معياراً لمكانة الدول في الاقتصاد العالمي، فالدول التي تنتج أجزاء الطائرات تدخل تلقائياً في منظومة صناعية عابرة للقارات. موقع المغرب بين أوروبا وإفريقيا يمنحه دور منصة صناعية للتصدير،
خاصة مع تزايد الطلب على النقل الجوي في القارة الإفريقية. التعليق المشروع يمنح المغرب نفوذا صناعيا غير مباشر، فالدول التي ترتبط بسلاسل التوريد الجوية تصبح شريكا دائما للاقتصادات الكبرى وليس مجرد سوق. كما أن تمركز المصنع قرب أوروبا يقلل التكاليف اللوجستية للشركات العالمية، وهو عامل حاسم في اختيار مواقع الإنتاج. هذا قد يحول المغرب إلى مركز صيانة إقليمي للطائرات، وهو قطاع مربح أكثر من التصنيع نفسه. إقليميا، الخطوة تدفع نحو تنافس صناعي إيجابي، حيث تصبح التكنولوجيا محور التنافس بدل الموارد الطبيعية. ومع توسع النقل الجوي الإفريقي، فإن الدول القريبة من السوق ستكون أول المستفيدين. بالتالي، فالمشروع ليس استثمارا محليا فقط، بل تموضع جيو اقتصادي طويل الأمد. إطلاق مصنع لأنظمة هبوط الطائرات يمثل انتقالا نحو اقتصاد صناعي متقدم قائم على المعرفة. نجاحه قد يفتح الباب لمجالات أخرى مثل إلكترونيات الطيران أو الأنظمة الفضائية. التعليق تقريبا 100 كلمة. المستقبل الصناعي لأي دولة يقاس بقدرتها على إنتاج التكنولوجيا المعقدة. دخول المغرب صناعة الطيران يعني بداية مرحلة جديدة، مرحلة الابتكار لا الاستيراد. إذا تم ربط المصنع بالجامعات ومراكز البحث، سيولد جيل من المهندسين القادرين على تطوير منتجات محلية وليس فقط تصنيعها. وهنا يتحول الاستثمار من مشروع اقتصادي إلى مشروع حضاري. الرهان الحقيقي ليس عدد الوظائف الآن، بل عدد الشركات التي ستولد لاحقا حوله. فعادة ما تبدأ شركات ناشئة هندسية صغيرة في الظهور قرب مصانع الطيران، وهو ما يخلق اقتصادا تكنولوجيا متكاملا. لهذا يمكن اعتبار المشروع نقطة تحول استراتيجية، من اقتصاد يعتمد على القطاعات التقليدية إلى اقتصاد صناعي عالي القيمة المضافة يقوده الابتكار. نقدر لكم حسن الإصغاء والمتابعة. كان معكم محمد سعيد الحالق.